عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كان في نبي جه بعد سيدنا موسى اسمه صموئيل. صموئيل ده بني اسرائيل قالت له احنا عايزين ملك عشان نقاتل في سبيل الله ويقودنا في الجيش والحرب. رد عليهم صموئيل وقال لهم انتوا لو كتب عليكم القتال انتوا مش هتقاتلوا زي ما عملتوا مع سيدنا موسى قبل كده. بني إسرائيل ردت وقالت لا احنا هنقاتل معاه، ازاي مش هنقاتل؟ احنا خرجنا من بيوتنا وأبنائنا اتقتلوا، فاحنا هنقاتل معاه بس ابعث لينا ملك. صموئيل قال لهم طيب ربنا بعت لكم طالوت ملك هو منكم، وهو ربنا زوده في العلم وفي الجسم. إسرائيل طبعا ما سكتتش وقالت له ازاي يبقى طالوت ملك علينا؟ ده احنا أحق بالملك منه، هو ما عندوش مال، وبالمعنى البلدي بتاعنا ده هو فقير، ازاي هيبقى قائد علينا؟ فرد عليهم وقال لهم هو مش بالفلوس او مش بالمال، هو ربنا زوده في العلم وزوده في الجسم، وربنا بيئة ملكه لمن يشاء. عامة عشان تقتنعوا أو تيقنوا اللي طالوت ده هو اللي ربنا بعته ليكوا، في آية أو في حاجة هتحصل، إن هيجيلكوا تابوت هتحملوا الملائكة. انتوا مش هتشوفوا الملائكة، بس هي التابوت هيجيلكوا لغاية عندكوا، اللي انتوا كنتوا بتدوروا عليه، إن في بقية من آل موسى وآل هارون. في حاجات من اللي سيدنا موسى سايبها ليكوا، اللي هو ألواح وكتب وحاجات اللي انتوا كنتوا بتدوروا عليها هتجيلكوا لغاية عندكوا. تابوت جالهم وخلاص اقتنعوا ان طالوت هو ملك عليهم. فخلاص الجيش بتاعهم اتحرك، وخلاص طالوت هيتحرك بالجيش. فربنا حب يختبرهم، برضو بني اسرائيل ربنا حب يختبرهم، لانهم كل نبي بيجي ليهم فبي بي مش بي يعني بالمعنى البلدي برضو بتاعنا مش بيريحوا معاه. برضو بني إسرائيل هو أكتر قوم اتبعت ليهم أنبياء من عند ربنا. مش صموئيل ولا سيدنا موسى بس، لا بعت ليهم أنبياء كتير جدا، عشان هم كانوا بيخالفوا أوامر الله وبيقتلوا الأنبياء، وكانوا على طول ما بيسمعوش الأوامر اللي ربنا نزلها ليهم. طالوت قال لهم احنا هيقابلنا نهر دلوقتي، اللي هيشرب منه مش هيبقى تبعي ومش هيبقى معايا، واللي مش هيشرب هو اللي هيبقى معايا، او يغترف غرفة صغيرة كده بايده بس هو اللي هيبقى معايا. طبعا المتوقع ايه؟ انا لسه قايله لكم ان هم اي نبي بيجي لهم لازما بيتبعوش الاوامر اللي ربنا بيشرعها عليه، او الحاجات اللي ربنا بينزلها. فكتير منهم شربوا، هم مش كلهم، هم كتير منهم فشربوا منه الا قليلا منهم. خلاص سيدنا طالوت عدى النهر وعدى الاختبار بتاع النهر، ومبقاش معاه الا يعني قليل من الجيش اللي هو بقى معاهم، فغالبية الجيش شربوا من النهر فما بقوش منه. اول ما شافوا القليل اللي معاه دول، اول ما شافوا جالوت اللي هو العدو اللي قصاد منهم كتير، وخلاص هم تعبوا من السفر ومن المشي، وقطعوا مسافة طويلة عشان يوصلوا لجيش جالوت اللي هو العدو. فاول ما شافوا الجيش قالوا لا، ده احنا مش هنقدر نحاربهم، ما عندناش طاقة اصلا، وبعدين هم اكتر مننا في العدد، ازاي هنقدر نغلبهم؟ الجيش قالوا لا، احنا هنقابل ربنا، واحنا بنظن في ربنا ظن الخير، وده اختبار تاني من ربنا، وان شاء الله ربنا معانا، وكم من فئة كثيرة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وربنا ان شاء الله معانا، وهنحارب جالوت وهنهزمه بإذن الله. وبالفعل خلاص هيحاربوا جالوت. أول لما بدأوا في حرب جالوت، أول لما بدأوا الحرب راحوا قايلين إيه الدعاء ده: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تعالوا نشوفها في المصحف. دي آخر صفحة في الجزء الثاني، سورة البقرة، آخر صفحة في الجزء الثاني. فهنا ربنا قال ايه: ولما برزوا لجالوت وجنوده، خلاص بقى يبتدوا الحرب، قالوا ايه بقى؟ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فلما قالوا الدعاء دون، ربنا راح في الآية اللي بعد منها قالوا ايه؟ قال ايه: فهزموهم بإذن الله. الهزيمة جت بإذن الله عشان هم استعانوا بربنا. وحتى ربنا في الآية اللي قبل منها، الدعاء جاي في آية في النص، الآية اللي قبل منها والله مع الصابرين، والآية اللي بعد منها فهزموهم بإذن الله.
فانتوا هتقولوا الدعاء دون وتصبروا، وان شاء الله ربنا هيهزمكم على اي عدو. طبعا القرآن مش هيكذب. قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بيقولوا الدعاء ده دعاء الشدائد، لو انت في شدة او في ضيقة او في عدو اللي قدامك عدو اقوى منك ومش عارفة تهزميه او مش عارفة تاخدي معاه حق ولا باطل بمعنى اصح، فتقولي الدعاء دون وتكرريه. وطبعا اوقات الدعاء احنا قلنا قبل كده ان افضل وقت للدعاء هو وقت الصلاة، من بداية الصلاة او من اول ما الاذان يقول الله اكبر لغاية اما الصلاة تنتهي، حتى بعد ما تنتهي وانت قاعدة على سجادة الصلاة، ده كله دعاء اوقات مستجابة الدعوة. بس تكون الصلاة في أوقاتها. ربنا قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، عشان ما تتلخبطوش ان سيدنا داود ده كان من ضمن الجيش بتاع طالوت. يعني داود دون اللي هو سيدنا داود كان من ضمن جيش طالوت. داود قتل جالوت، عشان برضو ما تتلخبطوش بين طالوت وجالوت. جالوت دي جاية من الجبروت، شخص ظالم. قتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وبقية القصة بقى كده يعتبر القصة خلصت، وهنكمل بقى بقية الآيات منه من القصة، اللي هو الدعاء بتاع الشدائد: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.